اليوم غادي نقدموا مع بعضياتنا هاد الكاب كيك، يعني بالمذاق ديال الحامض او الليمون. كيجي يعني خفيف ولذيذ وبنين، يعني واحد الدرجه ما تصوروهاش. يعني وانتم محضرينها في البيت كتعرفوا شنو يعني المكونات اللي وضعتوه فيه. كيجي رائع جدا صدقوني، يعني الا جربتوه دائما غتبقاو تعملوه يعني بمكونات بسيطه. غادي تشوفوا معايا الفيديو ان شاء الله. هنايا عندنا جوج ديال البيضات يكونوا بدرجه درجه حراره مطبخ، يعني يكونوا خرجناهم قبل من الثلاجه. يكونوا يعني ماشي حبات ماشي كبار بزاف، يعني غير صغارين او متوسطين. عندنا كاس ديال سكر حبيبات، كاس صغير، استعملت هنا كاس صغير حوالي واحد 100 غرام، ماشي بزاف ديال السكر لان عندنا البيض صغير. كنخلطوهم مزيان، كنحاولوا حتى كنذوبوا هذاك السكر. كما كتلاحظوا معايا هنايا خلطت الخليط ديالي مزيان. غادي نضيف هنايا كاس لاروب ديال الماء، يعني ما عامرش بزاف، لما يكون سخون شويه. وهادو هنايا هذا الورق اللي غادي نستعملوه فيه الخليط ديالنا او الكابكيك ديالنا. كنخلطو مزيان، كل ما وضعنا شي مكون كنخلطو. هنايا كنوضعو الزيت كذلك، ما يكونش عامر بزاف، يعني كيكون كاس لاروب. كنخلطو مزيان المكونات ديالنا. هذا هنايا عندنا قشور ديال الحامضه، اذا كان عندكم كثر ممكن توضعوا يعني كثر. شحال ما كان فيه هذا سكر الفاني يعني عادي اللي كنستعملو دائما، يعني باش يجينا مذاق زوين. فهاد خليط ما بين الفاني والليمون او الحامض، يعني كيعطينا واحد المذاق زوين. كنحاولوا نحكوا هذاك الاصفر، ما نوصلوش لهذاك الابيض ديال الليمون او الحامض، باش ما يجيناش المذاق مر في الكاب كيك ديالنا او اي حلوى كنستعملوا فيها الحامض او الليمون، ما يكونش فيها المذاق ديال المروره. وغادي نستعملوا هنايا 800 غرام من خميره ديال الحلوى. كما كتلاحظوا هنايا غادي نوضعوا الدقيق. غادي نقول لكم شحال يعني شحال خدات لي. دائما غادي نعبر بديك الكاس الصغير اللي وريتكم. هنا وضعت الدقيق مع الخميره، يعني بهذا الكاس كما كتلاحظوا، هذا اللي كتشاهدوا معايا هذا اللي عبرت به انا، كاس صغير يعني ماشي الحجم ديالو كبير. غادي نخلط الخليط ديالي مزيان. فهنايا كما قلت كتلاحظوا ما كيكونش ثقيل خفيف بزاف، ما كيكونش ثقيل بزاف، يعني بحال هذا الشكل هذا. كنحاولوا نكونوا خطوط هنايا كيتكونوا لنا فوق الخليط، يعني ما كيختفيوش بسرعه. هنايا خدا لي 3 ديال الكؤوس من هذا الحجم هذا، يعني كما كتلاحظوا الكاس هذاك الصغير اللي عبرت به الدقيق. وغادي نوضعوا الخليط ديالنا في هذوك الكويسات الورقيه كيما اللي وريتكم. بطبيعه الحال كيكون عندنا المول الخاص بالكاب كيك باش كيجينا الشكل ديالو مقاد وزوين. هنايا كنت وضعت شويه ديال الخليط في هادو، وضعت لهم هذوك الحبيبات ديال الشوكولا من فوق. كنوضعوا يعني كنحاولوا ما نعمروهمش حتى الفوق هذوك الكويغطات ديالنا او داك الكويسات ديالنا. كنحاولوا نخليو لهم فاش كنعمروا اكثر من نص شويه، نخليو لهم فاش يطلعوا لي انا فيهم الخميره باش ينتفخوا لنا ويطلعوا، ما يطلعوش بزاف وانما يطلعوا شويه فوق هذاك الورق باش يعطينا شكل جميل. فانا غادي نحاول نعمر جميع هذوك الكويغطات اللي عندنا او الكويسات الورقيه اللي عندنا. غادي نوضع فيهم الخليط اللي عندنا كامل. هذا الخليط هذا كيعطينا 12 حبه. هاد القياس اللي تكون بكاس صغير وجوج ديال البيضات ما يكونوش كبارين بزاف كيعطيونا 12 حبه ديال الكاب كيك، يعني بالضبط. يعني انا كنستعملهم يعني عده مرات كيعطيني 12. هذا القياس هذا اللي عطيتكم كيعطيني 12 حبه ديال الكاب كيك نيشان بلا زياده بلا نقصان. بطبيعه الحال في هذا الحجم هذا، يعني في هذا الحجم الا كان عندكم هذاك سميتو صغار الحجم صغار من هذا يمكن لكم يعطيكم اكثر. انا كنقول لكم بهذا الحجم اللي كتشوفوا معايا في الصوره هذا كيعطينا 12 حبه. فانا هنا غادي نوضع الخليط اللي عندي
حتى نساليه كامل. وغادي نزينو بهذوك الحبيبات ديال الشوكولا. وهنايا هاد ملي يقطروا لنا هاد شويه ديال الخليط هنايا نحاولوا نمسحوه قبل ما ندخلوهم للفرن. هنايا غادي نزينهم بهذوك الحبيبات. هذوك الحبيبات البعض منهم كيدخل لداخل في العجينه، والبعض الاخر كيبقى فوق العجينه. فانا غندخلهم الفران يعني كيكون مسخن من قبل كما كتلاحظوا هنايا. انا اللقطه اللي كنت غادي ندخلهم الفران ما تصورت لي شي، كيجيونا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. كيكون الفرن سخون على 180 درجه، والفرن يعني الغازي كنسخنوه وكنحاولوا نقصوا من العافيه باش ما يتحرقوناش يطيبوا لنا. يعني شكون ما كتلاحظوا كيطيبوا لنا يعني كيتحمروا لنا من القاع بلا ما يتحرقوا لنا. كنحاولوا نهبطوا العافيه كتكون يعني اقل من المتوسط باش كيطيبوا لنا على خاطرهم بدون ما يتحرقوا لنا او يبقاو لنا من الداخل يعني خضر. ملي كيطيبوا لنا يعني عادي كما كتلاحظوا. كما قلت لكم كاين بعض منهم هذوك الحبيبات يغطسوا في الخليط من داخل، وكاين اللي كيبقاو على الوجه ديال الحلوى ديالنا او الكاب كيك ديالنا. وكنتمنى يعني تجربوا هذه الوصفه وتنجحوا فيها ان شاء الله. يعني كما كتلاحظوا هنا وضعناهم في الطبق ديال التقديم. يعني الصراحه يعني كيتاكلوا دغيا ما كيبقاوش كيجيو فيهم واحد البنه ما نقول لكمش عليها ديال الحامض. يعني خصوصا عشاق الحامض كيجيو بنان وخفاف. يعني الصراحه الله اش غادي نقول لك، اللي ذاقهم كيعجبوه. يعني مكونات بسيطه موجوده في اي بيت. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، تفعلوا الجرس وتشاركوا فيديو مع اصدقائكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله.